اسمي ميادة واليوم عمري 32 سنة. لكن لو ترجعوا بيا للوراء شوية حتلاقوني بنت صغيرة لسه بتلعب في الشارع، لسه بجري مع صحباتي، لسه مش فاهمة يعني إيه جواز أصلاً. وقتها عمري ما كان 14 سنة وأنا كنت لسه طفلة، بس العيلة قررت إن ده الوقت المناسب عشان أتجوز. مش قصة حب طبعاً ولا حتى إعجاب، كان مجرد إن في راجل غني وحيد وملوش حد يضايقني وحيعيشني سلطنة زماني زي ما والدي كان بيقول. أقنعوني بالعقل والمنطق، عماتي وخالاتي وأهلي كلهم ائتمروا عليا. قالوا لي إن حقوقي حتبقى مضمونة وإن حيكتبوا كتابي بالسن القانوني وكل حاجة حتبقى منظمة. أنا كنت صغيرة جداً لدرجة إني مش فاهمة إنهم بيأمنوا مستقبلي ولا إني كنت بدخل في حياة كبيرة قوي عليا. بعد كام شهر بدأت مظاهر الفرح وجهزوا كل حاجة، وهو كان مخطوب قبل كده. وقبل الفرح بشوية حصلت مشكلة وكسرت الخطوبة، فكان عايز الدنيا تمشي بسرعة. أهلي جابولي كل حاجة مرة واحدة، فرح كبير ومهر ومفروشات وكل حاجة كنت محتاجاها. وفي ليلة الفرح وقفت جنبه وأنا مش فاهمة أنا فين ولا أنا مين. من أول ليلة لاحظت إنه شخص غشيم ومتسرع، تصرفاته كانت غريبة، بس أنا ما كنتش فاهمة حاجة أصلاً. كنت لسه بفكر في صحباتي وفي الشارع اللي كنت بلعب فيه، مش في إن أنا بقيت ست متجوزة. بعد الجواز ب6 شهور بالظبط وأنا لسه ما كملتش 15 سنة بدأ يضغط عليا عشان أحمل. قال إنه عايز أولاد وإنه وحيد وعايز يخلف بداله بدري. رحنا للدكتور ولقينا إن جسمي لسه ضعيف وإن نموي لسه ما اكتملش. بدأت رحلة طويلة من المنشطات والأدوية. كنت بروح لدكتور ورا دكتور، وكل شهر كان لازم أروح لأكشف. وكل ما تأخر في الحمل كانت معاملته تتغير. كان بيبقى بارد، مش بيبص في وشي، كان بيقعد في أوضه وأنا في أوضه. كنا عايشين في بيت واحد بس كأننا غرباء. كنت بعيط كتير وحاسة إني غلطانة إني دخلت في الموضوع ده كله، بس محدش كان بيسمعني. الريهوك، كنت حاسة إني لو جبت أولاد كل حاجة هتتغير، بس اللي جاي كان أصعب بكتير. في الجزء اللي جاي هتحكوا إزاي حياتي معاه بقت جحيم حقيقي، وإزاي بدأت أقرر إن أنا لازم أخلص نفسي منه. ال3 سنين اللي بعد الجواز كانت أصعب حاجة عدت عليا في حياتي. كنت لسه طفلة، بس كنت بعيش حياة ست كبيرة بكل تقلعاتها. كان كل شهر لازم أروح لدكتور عشان المنشطات، وكل ما الدكتور يقول إني لسه مش حامل كان بيتحول لشخص تاني خالص. مش بس بيتجنبني، لكن كان بيبدأ يضايقني ويتعامل معايا بطريقة وحشة جداً. كان بيشدني أو يعمل تصرفات كنت بكرهها، وكنت بحس إني مش محترمة قدام نفسي. كنت بعيط كتير ونفسيتي كانت مدمرة، وكل اللي حواليا كانوا شايفين إني عايشة في نعيم عشان جوزي غني وبيوفر لي كل حاجة مادية. كل شوية كنت بفكر في الانفصال، 5 مرات، 6 مرات، 10 مرات. كنت بقول خلاص أنا مش قادرة أكمل. كنت بروح لأهلي أشتكي، أحكي لهم إزاي ضربني، إزاي أهني، إزاي تعامل معايا بطريقة مش آدمية. كانوا يسمعوني يبكوا معايا، بس في الآخر كانوا يقولولي اصبري، هو هيتغير، ما تسبيش البيت عشان كام سنة. كانوا بيخافوا من نظرة المجتمع وبيخافوا إن الولاد لو جيت بعدين يكبروا من غير أب. كنت بحس إني وحدي، حتى اللي المفروض يكونوا سندي كانوا بيرجعوني لنفس الدايرة. في اليوم اللي قررت فيه إني هخلص كان خناقة كبيرة بينا، وهو عمل حاجة فظيعة من غير ما يتكلم حتى. حسيت إني مش بشر بالنسبة له. أخدت عفشي ومشيت ورحت قعدت عند أهلي شهر كامل، ولأول مرة الناس اللي حوالي اقتنعوا إني لازم أنفصل. وقفوا معايا وبدأوا يدوروا في المحامي، وحسيت إني أخيراً هتنفس. كنت هبدأ حياة جديدة بعيدة عن العذاب ده كله. بعد 30 يوم من الراحة النفسية لاحظت إني تعبانة شوية، ووالدتي قالت لي نروح لدكتور عشان نطمن. دخلنا عنده وعمل السونار، فاجئنا الخبر أنا حامل في شهرين. كانت صدمة، مش مصدقة. أمي جابت الموبايل على طول، كلمته وقالت له مبروك، مراتك حامل. في أقل من ربع ساعة كان عند البيت طاير من الفرحة،
وكان كل اللي حواليا مبسوطين ونسوا موضوع الانفصال ونسوا كل اللي كان بيحصل. حتى أنا انخدعت وفكرت إن الحمل ده هيكون بداية جديدة وإن خلاص كل حاجة هتتغير. هوك، فرحتي بالحمل كانت مؤقتة لأن التحول اللي حصل بعده خلاني أصدق إن في أمل، بس اللي جاي كان مختلف تماماً. في الجزء الجاي هتعرفوا إزاي رجعت تاني لنفس الدوامة وإزاي ولادي بقوا سلاح في إيده. فترة حملي كانت أحلى 9 شهور في حياتي. كان كل يوم جميل. هو بقى شخص تاني خالص. كان بيجيب لي كل حاجة، بيخاف عليا، سابني عند أمي عشان ترعاني، وكل يوم كان جايب هدايا وحاجات للبيبي. حسيت إني أخيراً عايشة القصة اللي وعدوني بيها، اللي هي سلطنة زماني. كنت حاسة إنه نادم على كل اللي فات وإنه عايز يعوض. يوم الولادة كان هو أشطر واحد في المستشفى، خايف، مجنون، مبسوط، ولما جابوا لي البيبي اللي طلع شبهه كان في قمة السعادة. عمل أحلى أسبوع في الدنيا وجاب كل أهلي وصحابي، وكل حاجة كانت كأنها حلم جميل. أول كام شهر بعد الولادة كانوا كمان حلوين. كان ملاك بيساعدني، بيشاركني فرحتي بالبيبي. بس مع الوقت بدأ يرجع تاني لطبعه القديم. الأول كان خناقات على حاجات بسيطة، بعدين بدأ يهملني، مش يسأل عليا ولا يسأل أنا محتاجة إيه. رجعت تاني أحس إني لوحدي، وبدأت أفكر إني غلطت إني رجعت. وبعدين حملت تاني بالصدفة، وكان ردي فعلاً إني رجعت لأهلي تاني، وهو جه رضاني ورجعنا، بس من غير أي تغيير حقيقي. السنين عدت وأنا بقى عندي بيبيين وعمري 22 سنة. بدأت أحس إني ليا حقوق، إني مش هفضل طول عمري قاعدة في البيت وأنا مش مبسوطة. حاولت أتكلم معاه بصراحة، أقوله أنا عايزة أتنفس، عايزة حياتي، عايزة أهتم بنفسي. كان رده إنه راح لأمي وقال لها إني مش كويسة وإن أنا مش عارفة أهتم ببيتي. ساعتها حلفت إني هعيش حياتي لنفسي من غير ما أستأذن حد. بدأت أهتم بشكلي، بشعري، بهندامي، بكل حاجة. كنت بعمل اللي أنا عايزاه وهو مش موجود حتى. كنت مبسوطة بطريقة غريبة، لأول مرة بحس إني أنا الموجودة. فضلت كده سنة كاملة، عايشة حياتي وكأني مش متجوزة. كنت بلبس الجديد كل يوم وأعمل اللي أنا عايزاه وهو كان مش فارق معاه ولا سأل. لحد ما في يوم أدي تليفونه عشان يحط الخط وفتح النت وشاف كل الرسائل اللي كانت بتوصلني. جن جنونه، خد الولاد وراح بيا لأهلي وبدأ يهددني إنه هيعمل فيا حاجات مش هتنساها. هنا بدأت رحلة جديدة من المشاكل والتهديدات، وانتهت إني رجعت له تاني مع إني كنت عايزة أطلق فعلاً. هوك، رجعت له مش اقتناع، لكن كان ليه أسباب تانية. اللي جاي هتحكوا إزاي الحياة قلبت رأساً على عقب، وإزاي هو طلب مني حاجة صدمتني وخلتني أدخل في عالم مختلف تماماً. لما رجعت له تاني المرة دي كان مختلف بشكل غريب. كان بيقول لي أنا اللي كنت غلطان، ما تزعليش، وبدأ يتعامل معايا بطريقة كويسة جداً لدرجة إني ارتبكت. بس بعد فترة قصيرة طلب مني طلب صدمتني. قال لي أنا عايزة أشوفك وإنتي بتعملي كده، في إشارة لحاجات كنت بعملها لنفسي في فترة انفصالنا. كنت خايفة، مش فاهمة هو عايز إيه بالضبط، لكنه أقنعني إنه هو كمان بيبقى مبسوط لما بعمل كده، وإن الموضوع ده بيخليه قريب مني أكتر. في الأول كنت مترددة، لكن مع الوقت حسيت إن ده فرصة إني أعمل اللي أنا عايزاه من غير ما حد يضايقني. بدأت أمارس ده بشكل طبيعي وهو كان مبسوط، وكنت فاكرة إني وصلت لحل سحري يخليني أعيش مرتاحة. الموضوع تطور بعد كده، بقى يقول لي مفيش مانع لو جبت أصحابي يقعدوا معانا، وبعدين جيب أصحابك أنتي كمان. الموضوع بقى مفتوح بشكل غريب وبدأت أتحرر أكتر. 5 سنين كاملة عشناها كده. كنت مبسوطة إني عندي حرية مش طبيعية، إني بعمل اللي أنا عايزاه في البيت، وهو مش بس موافق لكن بيشجعني. كنت حاسة إني عايشة في دنيا مختلفة بعيدة عن القيود اللي كانت موجودة زمان. لكن مع الوقت الموضوع بدأ يقلب عليا. ما كنتش بحس إن في أي تفاهم حقيقي بينا، كنت بحس إني مجرد جزء من المشهد اللي هو عايزه. وبدأت أفكر، هو أنا عايزة أعيش كده بقية عمري؟ بدأت أحس إني قرفانة منه ومن الحياة اللي إحنا عايشينها. قررت إني أطلب الانفصال.
راح قال لي هتطلقي ليه؟ أنا بعملك كل اللي انت عايزاه وزيادة. انت دلوقتي عندك كل الحريات اللي ممكن تطلبيها. لو طلقتي هتفقدي كل ده، مش هتقدري تعملي حاجة من اللي انت بتعمليها دلوقتي. كلامه ضربني في نقطة ضعفي، وفعلا خفت. مشكلتي الكبيرة كانت إني مش عارفة أسيطر على نفسي. الموضوع اللي أنا كنت بعمله ده زاد عن حده، بقى عندي إدمان مش قادرة أبطله، وده بسبب حاجة غصب عني. كل المنشطات والأدوية اللي خدتها وأنا صغيرة عشان أحمل عملت فيا تأثير غريب. الموضوع بقى خارج عن إرادتي. هو كان دوره في كل ده لا يتعدى دقايق قليلة، لكن اللي أنا بعمله ده كان بياخد مني وقت كتير ومش عارفة أسيطره. كنت بحس إني فقدت احترامي لنفسي، لكن في نفس الوقت كنت عاجزة. الريهوك، كنت في دوامة مش قادرة أخرج منها، وهو كان ماسك كل الأوراق. في الجزء الجاي هتعرفوا إزاي بدأ يستخدم ولادي ضدي، وإزاي اكتشفت إن عنده ملف كامل من الأسرار اللي بيهددني بيه عشان يخليني قاعدة مكاني. مع الوقت ولادي كبروا وبقوا واعيين. أنا كنت بحاول أكون أحسن أم، بس في نفس الوقت كنت حاسة إني بعيش في تناقض رهيب. كنت بعمل حاجات مش فخورة بيها، وهو كان عارف كل حاجة. الموضوع بقى معقد أكتر لما لقيت إنه بيصور حاجات من غير ما أكون عارفة، محتفظ بفيديوهات ورسائل من أيام زمان، ومن الأيام اللي كنا بنعيش فيها بالطريقة الغريبة دي. أول مرة حسيت إني في سجن مش في بيت. كل ما أتكلم في الانفصال يطلع لي حاجة يقول لو سبتيني هاخد منك الولاد وهوريهم الحاجات دي. كنت مرعوبة، بحس إني محبوسة في حياتي، مع إني ظاهرياً عندي كل حاجة: الجمال، الصحة، الولاد، البيت الكبير، المصروف، كل حاجة تامة. حتى جمالي بقى طاغي قوي، لأني بهتم بنفسي بطريقة جنونية عشان أحس إن ليا قيمة. بحب إن كل الناس تبصلي، بحب إني أكون أحلى واحدة في أي مكان، لأن ده بيخليني أحس إني لسه موجودة، لسه ليا وزن. بس في الآخر لما أرجع البيت بحس إني فارغة، مش حاسة إن في حد بيشوفني على حقيقتي. هو مش شايفني غير أداة، وأنا مش شايفة نفسي غير إني بعمل اللي بعمله عشان أنسى. خايفة على ولادي أكتر من أي حاجة. خايفة إنه ياخدهم مني، أو إنهم يعرفوا حاجة تخليهم يخجلوا مني. هو عارف النقطة دي كويس وبيستخدمها ضدي. يقول لي الولاد هيكبروا، هيفهموا، هيعرفوا مين أمهم. الكلام ده بيكسرني. بعمل كل حاجة عشان أكون أم مثالية قدامهم، بصرف عليهم، بهتم بيهم، بشاركهم في كل حاجة، بس جوايا بحس إني منافقة، مش عارفة أكون قدوة ليهم وأنا بعيش كده. كل يوم بفكر لحد إمتى؟ أنا مش مبسوطة، بس مش عارفة أتخذ الخطوة. مش عارفة أعيش من غيره عشان هيفضحني، ومش عارفة أعيش معاه عشان أنا مش طايقاه. عايزة حياة طبيعية، عايزة حد يفهمني، حد يكون ليا أنا مش لرغباته. بس كل ما أقرر ألاقي نفسي واقفة مكاني، مش قادرة أتحرك، مش قادرة أضحي بولادي، ومش قادرة أضحي بحريتي المزيفة اللي هو مديهالي. الريهوك، واقفة على الحياد، مش عارفة أتقدم ولا أتراجع. في الجزء الأخير هحكي لكم إيه هو اللي نفسي فيه بجد، وإيه الخطوة اللي خايفة أخطيها، وهل في أمل إني ألاقي نفسي تاني ولا أنا بقيت غرقة في النهاية. دلوقتي وأنا قاعدة بكتب كلامي ده بحس إني تعبانة من جوايا، مش من الفلوس، مش من الجمال، مش من الولاد، لأ، تعبانة من إني مش عارفة أنا مين. أنا اتجوزت وأنا طفلة، اتربيت على إن رأيي مش مهم، على إن أنا لازم أرضي جوزي عشان أعيش. ومع إن ظاهرياً أنا مبسوطة ومتحررة، بس جوايا أنا زعلانة قوي. زعلانة إني ضيعت عمري كله في دوامة مش أنا اللي اخترتها. زعلانة إني بقيت مدمنة لحاجة كنت بعملها عشان أنسى، دلوقتي بقيت هي اللي مسيطراني. بحس إني عايزة أتطلق، بس مش عشان أرتبط بحد تاني، لأ، عشان ألاقي أنا، عشان أعرف أنا ميادة مين من غير ما يكون في راجل بيحدد هويتها، عشان أعيش في بيت أكون أنا فيه اللي ليا كلمتي، أكون قدوة لولادي بالصدق مش بالنفاق. بحلم بحياة بسيطة، بعيدة عن التعقيدات اللي أنا فيها، بعيدة عن التهديد، بعيدة عن الخوف من إن حد ياخد مني أغلى حاجة عندي وهم ولادي. كل يوم بفكر، هو أنا هفضل كده لحد إمتى؟ هفضل طول عمري خايفة منه؟
هو فعلا يقدر يعمل اللي بيقول عليه؟ ولا ده مجرد أسلوب عشان يخليني قاعدة جنبه؟ في لحظات بكون قوية وبحس إني هقدر أواجهه، هقدر أروح لمحامي، هقدر أقول للدنيا كلها أنا مريت بإيه. بس في لحظات تانية بضعف، بخاف إن ولادي يبعدوا عني، بخاف إن الناس تحكم عليا من غير ما تعرف القصة كاملة. أنا عارفة إن طريق الخروج مش سهل، عارفة إنه هيحصل خساير، بس برضو عارفة إني لو فضلت مكاني هخسر أنا كمان. أنا مش عايزة أولادي يكبروا ويشوفوا إن ماما كانت عايشة في جو كاذب. أنا عايزة أكون قدوة ليهم بالشجاعة، حتى لو الشجاعة دي هتكلفني غالي. مش عارفة هاخد الخطوة دي إمتى، بس عارفة إني مش هعيش طول عمري كده. أنا لسه في 32، لسه قدامي حياة، لسه أقدر أبدأ من جديد، بس محتاجة حد يفهمني، محتاجة حد يقولي إني مش لوحدي، محتاجة حد يسندني. يمكن كلامي ده يوصل للناس، يمكن حد يكون عارف إزاي أخرج من اللي أنا فيه. أنا تعبت من العيشة المزدوجة، تعبت من إن أنا مبسوطة قدام الناس ومتكسرة جوايا. أنا عايزة أعيش بصدق، حتى لو الصدق صعب. ده اللي نفسي فيه، نفسي ألاقي نفسي قبل ما أضيع فيها.